السلام عليكم. احمد العوضي السنين اللي فاتت دي هو رقم واحد فعلا في المشاهدات، زي ما هو طلع في اللايف ربنا كرمني وبقيت رقم واحد في المشاهدات. ما تيجوا بينا كده نبص ساعه مسلسلات العربي اللي بيعمل مسلسلات العوضي اللي بيعملها في رمضان. مين اكتر نسب مشاهدات على القهاوي؟ الناس بتبقى مشغله ايه؟ مش احمد العوضي يا جماعه؟ في البيوت على اليوتيوب مش احمد العوضي يا جماعه؟ يعني هاتولي نجم بطوله بيعمل مسلسل دلوقتي وبتشاف زي احمد العوضي. الناس ليه دايما بتهرب من الحقيقه وتزيف الحقائق بتهاجموه ليه؟ هو ايه اللي عمله يعني؟ ان هو طلع في لايف قال انا ربنا كرمني الحمد لله وبقيت رقم واحد في المشاهدات. طب ما دي حقيقه، مش دي الحقيقه؟ مين حد يقول لي كده؟ مين في الايام في السنين اللي فاتت دي بقى متشاف اكتر واحد في المسلسلات؟ هو احمد العوضي. طبعا انتوا دلوقتي هتقولوا تلاقي عايزه تمثلي معانا. لا عايزه امثل ولا عايزه اتنيل ولا التمثيل ده في دماغي اصلا. خلاص ربنا كرمني بالحجاب، خلاص انا في اعلاناتي واشوف هعمل بيزنس خاص بيا ولا لا. هتقولي تلاقيكي معجبه بيه. انا لما اتسالت عليه عند نزار الفارس قلت احمد العوضي ممثل شاطر بس مش الستايل بتاعي في الرجال، عشان بس انا عارفه السكك هتروح فين. انا بتكلم كلمه حق. احنا على طول فينا ناس كده في الشعب بيحبوا يزيفوا الحقائق. ايه يا جماعه انتوا زعلانين من الراجل اللي بتنكروا ليه؟ والناس اللي بتقول ما انت اصلك اللي وصلك واحده، يعني تقصدوا مين يعني؟ ما تقولوا على طول مين؟ مراته ياسمين عبد العزيز. ياسمين دي انا اشتغلت معاها في الدادا دودي، من اجمل واحسن وانضف واجدع الممثلات اللي انا قابلتها في حياتي على فكره. ياسمين هي حبت الراجل واتجوزته. ايه المشكله لما الست تساعد جوزها؟ مش انتوا بتقولوا هي ساعدته؟ ايه المشكله لما تساعد جوزها؟ انا عايزه افهم ايه اللي فيها يعني. ايه اللي فيها؟ حطته على اول، هو كان قبل ياسمين ممثل بس ما كانش بياخد ادوار بطوله. هي لما حبته طلع معاها بطوله على اساس ان هو جوزها. ايه المشكله لما تساعد جوزها يعني وتخدمه؟ ايه اللي فيها يعني؟ اكم من مخرج واكم من ممثل ساعد ومنتج ساعد مراته ساعد اخته ساعد قريبته. ايه اللي فيها يعني؟ هي حطته على اول الطريق وهو كمل. هو لو ممثل فاشل او هو نجح علشان خاطر ياسمين اللي ساعدته ما كانش كمل لوحده. كان وقع. تحب اقول لكم اسماء فنانات طلعوا على حس جوزهم، سواء جوزها مخرج سواء جوزها منتج. تحب اقول لكم او ابناء فنانين طلعوا في الاول على حسهم، مش عيب على فكره، بس بعد كده عملوا ايه؟ نجحوا، ثبتوا نجاحهم كتير. لكن اللي باع